بيكم في حلقة جديدة من برنامج زومان. أوقات بيجي علينا بالرفض من إحساس من ناحية الشغل، البيت، الصحاب، أهلنا. معانا النهاردة ضيف غالي جدا على قلوبنا. هو مش بس إنه أب كاهن محبوب ومحب، بس لأنه كمان صوته أبوي باحتضانه لينا وبخوفه علينا وبقلبه كبير. معانا النهارده قدس ابونا جورجيوس. اهلا بقدسك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. قدسك، احنا النهارده بنتكلم على نقطه الرفض والاحساس بالرفض. قدسك، ممكن تشوف ان المخدوم او الشاب ممكن يحس بده بسبب ايه؟ وشوف عملية الرفض دي كلمة يمكن الأذن ما تحبش تسمعها من الأحباء، إن فلان أيا كان سواء في ثانوي أو في الجامعة أو حتى لما يكبر بيحس إن هو مرفوض. هذا الإحساس غير مقبول، غير مقبول للنفس نفسها، إنها تحس إنها مرفوضة. وأنواع الرفض للنفس البشرية كثيرة. ممكن الإنسان يحس إنه مرفوض من صديق ليه من أجل أمر معين، أو للأسف أخ من إخواته بالجسد أو بالروح، أو من الأسرة أو من قريب. فهذا الإحساس إحساس الإنسان ما يقدرش يتوقع هذا الإحساس. كلمة مرفوض دي كلمة الإنسان لما بيقراها أو يسمعها من أي حد بيحس برضو بالألم، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة كلها محبة، والمحبة بترفض الرفض، لأن الإنسان لما بيحب إنسان يحب يشوفه ويحب يتكلم معاه. إنما مرفوض كلمة صعبة أوي 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 على المستمع وعلى إحساس الإنسان نفسه إنه مرفوض. ده حقيقي. طيب قدسك، شايف ان ممكن ان الولد لما يحس بالاحساس ده هو بيكون ناتج عن مقارنته بولد اخر او بحد تاني؟ ما هو من أين تأتي عملية الرفض من ولد أو من كبير؟ ممكن نقول إن إحساس الإنسان إنه مرفوض ممكن تيجي من أكثر من حاجة. ممكن النجاح في العمل، أو النجاح في الدراسة. أيا كان زميل ليه بيبقى متفوق، فبيحس إن زميله حاسده، فما يحبش يشوفه أو ما يحبش يتكلم معاه، أو ده عملية الرفض. فالإنسان لما يحس إنه مرفوض عشان إن هو ناجح في أموره، وممكن للأسف وإحنا بنقولها وإحنا مش مبسوطين، هذا الأمر ممكن يحدث في أي مكان إن شاء الله. ممكن من الناحية الدينية كنيسة أو حتى الكنسية. يعني ممكن يكون خادم مثلا مشهود ليه بالحب والاتضاع والخدمة. احنا كنا زمان أكثر من ما يقرب من 60 سنة مثلا كنا خدام مدارس الأحد. فلما كنا نروح نزور شباب، كنا ماسكين خدمة الشباب بعد ثانوية الجامعة وما بعد الجامعة، بس قبل الارتباط فكنا بنحس ان في حب بين الخادم وبين المخدوم، وما كناش نخلي الكنيسة تعول هم. كنا مع بعضينا نشوف المخدوم ده عايز ايه. انا اتذكر بامانة وبصدق سنة 72 و73 كنا نزور بيوت في شبرا تبع
أبو سيفين والقديس دميانة، فكنا نروح أول حاجة قبل ما نبتدي بالافتقاد والكلام كنا نصلي. والصلاة دي بقى تاخد يعني 10 دقايق ربع ساعة، وكنا نحس أمام الله، برغم ان انا مش في ذهني كنت اقول الكلام ده. نحس ان الشاب اللي احنا رايحين له في اخبار سيئة جدا عليه، ولكن لما كنا نصلي بعد الصلاة نحس ان هذا الشاب وشه بقى جميل ومبسوط وفرحان، وبدأنا لان احنا اشركنا الله في الجلسة بتاعتنا اللي احنا هنقعدها. ده حقيقي. فممكن احساس اي خادم باني يعني مرفوض من زميله ومن صديقه، من تبقى الحل بقى الصلاة بدموع من اجل الانسان اللي بيحس انه مرفوض من فلان او علان او فلانة قريبته او ما الى يعني هذا. نصلي بدموع ان الرب يدي نعمة. اساس كل شيء الحب. احنا كنا بنتكلم اخر حاجة في كلمة الصباح يوم السبت، بنعمل الاجتماع في قلب القداس بدل الوعظ. فادينا 3 أسبوع كلمة الصباح دي بتاع 10 دقايق ربع ساعة قبل تفسير الكتاب المقدس اللي هو سفر التكوين. فربنا ادانا نعمة في أقوال الآباء كله، مش وعظ. احنا عايزين نعرف ربنا معرفة قريبة قوي قوي، بس مش بالفكر والعقل فقط، إنما بالحياة. نعرف ربنا إزاي؟ فالآباء قالوا لنا أول حاجة عشان عايز تعرف ربنا ابحث عنه. هو فين ربنا عشان أتقابل معاه، عشان أعرفه. ما هو لما أعرفه لازم أتقابل معاه. ابحث عنه في كل مكان. فين؟ في الكنيسة، على المذبح، في الأسرار المقدسة. ابحث عن ربنا فين. الحاجة التانية اتكلمنا عشان تعرف ربنا كويس بالحب. بدون حب مش نقدر أبدا، لأن الله نفسه محبة. الله محبة. المحبة دي بتخلي الإنسان مستريح قوي قوي، حتى إذا كان بيحس إن هو مرفوض من أجل أمور عالمية ترابية، من أجل ذات، من أجل أمور كتيرة خالص خالص. فالإنسان لما بيحس كده بيحب. وفي حاجة لازم نعرفها وإحنا أكيد عارفينها، إن قالوا لنا الآباء منذ زمن، ودايما نكرر إحنا الأسلوب ده، نقول ربنا لما يجي في اليوم الأخير يحاسبنا عن الحب، مش هيكلمنا عن محبة الناس لينا بقدر ما ياخد منا محبتنا إحنا للآخرين. إحنا ملناش أي وضع في إن الناس تحبنا بقدر ما إحنا بنحب الناس. وأقول لك كمان حاجة معروفة أوي أوي في دراسة الكتاب المقدس. المسيح له المجد هو الله الذي ظهر بالجسد. هل لم يكن في استعاصه إن كل إنسان يحبه؟ أكيد. له القدرة. أكيد طبعا. كل إنسان يحبه. أكيد. إنما قال لا، كل واحد براحته، حرية، إدى حرية. ألم يكن هناك كثيرون ما يطقوش يشوفوا المسيح له المجد؟ كان له أعداء بلا شك، كان ممكن يحولهم إلى أحب الأحباء، ولكن قال لا، دي مش شغلتي. شغلتي إن أنا أحب، أما اللي أحب ده موضوع مش بتاعي. لأن في ناس مهما تحبها ومهما تصنع معها خيرا ومهما تعطيها من كل ما تستطيع قلبك كله، ولكن للأسف هناك أشخاص جعلوا أنفسهم أعداء بلا أي سبب،
إلا سبب الحقد، الحسد، كبرياء، الذات، حاجات كتيرة أوي أوي أوي. برغم إن هذا الإنسان اللي مرفوض ما عملش فيهم أي حاجة. طب انا كشاب مثلا حصل معايا موقف زي كده. حسيت ان انا ممكن ما كنتش مقبول بشكل كبير في مكان معين، في وسط اصحاب، وسط دايره. حصل معايا موقف عامه، فانا كتصرفي يكون ازاي؟ ممكن اشتكي، اكلم خادم ما، اكلم اب اعترافي، اكلم مين؟ اكتفي بايه؟ الإنسان إحنا يمكن تطرقنا للنقطة دي اللي أنت قلتها، إنما نعيدها بأكثر كلمة. يعني هو الإنسان لما بيحس بكده طبعا بيصعب عليه، وخاصة لما يكونش عنده أي ذنب، إنه يحس إنه مرفوض. هو ما فيش أفضل من حاجة واحدة بس، اللي قاله سيدنا له المجد يسوع المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يضطهدونكم، يعني ما يميلوش ليكم، يعني رافضينكم. إزاي الإنسان يحب العدو؟ كيف أن الإنسان يحب العدو؟ إن ما كانش روح الله والروح القدس يعمل فيه مش هيقدر يحب إطلاقا. عشان كده زي ما قال أحد الآباء: إحنا ما نخافش من أي إنسان فيه الروح القدس، ما تخافش منه أبدا أبدا. إنما إذا جاز لنا التعبير الخاطئ في اللغة إن إحنا نخاف من فاقد الروح القدس، لأنه عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا: لا تطفئوا الروح، روحك القدوس يا رب لا تنزعه منا. فلما ينزع أو يطفأ عمل الروح القدس داخل الإنسان، هو ده الإنسان اللي يعمل أي حاجة مؤلمة كأنه يشرب الماء شربا ولا يحس بذلك. فاحنا ليس لنا إلا أننا نحب. الإنسان اللي مع ربنا باستمرار ما يعرفش حتى الوجه المكشر، ده اكيد ما يعرفش. هتلاقيه دايما مبتسم. الحب، الابتسامة ليست كما نقول عنها ونسمع ونقرأ في الكتب الابتسامة لا سمح الله الصفراء المؤلمة، إنما الابتسامة اللي من القلب. إنسان قلبه طيب، وربنا يحب دايما الإنسان من حيث القلب. اللي قلبه طيب زي ما قال: يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقك. وقال: طوبى لأنقياء القلب، هم دول أولادي لأنهم سيعينون ملكوت. القلب من القلب من الداخل هو ده اللي بيتعامل مع الآخرين. فالإنسان ممكن تجيله أمور مؤلمة زي عملية الرفض اللي احنا بنتكلم عليها، ولكن في نفس الوقت ابتسامته عريضة من القلب. ودايما في الكلمات احنا نحب أقول جملة دايما، يعني بالمناسبة: الإنسان يكون مجروح، قلبه مجروح من عمل مؤلم، ولكن هذا القلب المجروح هو اللي يديه الابتسامة، يبتسم من قلبه بقدر ما هذا القلب مجروح. دي عايزة حكاية جميلة، وهي الحياة، مش بالكلام واللسان. عشان كده الحاجة المهمة والخطيرة في حياتنا في الكنيسة، اللي الكنيسة سميتها التربية، بس التربية الكنسية، مش التربية اللي فيها أنشطة فقط لا غير. ما ينفعش. الأنشطة لوحديها ده نشاط الجسد، والجسد دايما يحب النشاط. إنما ما كانش روح الإنسان هي اللي بتشغل الجسد، يبقى كأن إنسان بلا روح. زي مثلا ما شبهه أحد الآباء الكتاب
على التو يعني أتذكر يقول هذا العالم من علماء البحث الديني، يقول تخيل كده إنسان بعيد عنا نايم وجهه مشرق ولابس حاجات في إيديه جميلة جدا وغالية جدا ولابس ملابس خطيرة أوي أوي، ولكن لا يتحرك، أنه في صندوق، أنه ميت لأنه بلا روح. فالإنسان اللي يجري كتير في الخدمة هو زي الإنسان الميت ولكن بلا روح. عشان كده سيدنا لو المجد دايما كان بيركز الروح نشيط، ولكن الجسد لوحده ما ينفعش، ده نشاط جسماني ما ينفعش. كان زمان كلمة كان يقولها لنا المتنيح الأنبا أثناسيوس الراحل سنة 68 و69، كان يقول أنا عايز الخادم اللي ما يكونش بس لهلوبة فقط في الخدمة، لهلوبة دي معناها نشاط جسماني، أنا عايز الروح من جوه، الروح الهادئ الوديع اللي قال عنه الكتاب، روح القدس اللي يعطي هدوء وسلام وطمأنينة، حتى مهما تثير هذا الإنسان بأمر معين عمره ما يكلم كلمات فيها حاجات مؤلمة. ده حقيقي. هو طب انا دلوقتي علشان اعيش مع المسيح بالطريقه دي واكون عندي السكينه دي كلها وان انا اقدر احب كل الناس، لازم على الاقل اكون قريب من ربنا. طب انا مثلا في صلاتي وانا بصلي انا حاسس ان انا مش مرغوب فيا، انا كشاب مثلا عملت خطيه ما، حسيت ان يعني لو انا طلبت حاجه من ربنا فلا مش هتستجاب ليا، واللي بربطها دايما لو انا بطلب حاجه من ربنا فبقول لا دي ما اتنفذتش علشان اكيد ربنا مش راضي عني، فاللي هو ايه احنا ربنا دلوقتي بالنقطه اللي احنا بنحبها. ايوه. احنا حسب ما منذ نعومه اصفارنا علمونا في بيوتنا وفي الكنايس اللي احنا تربينا فيها ان ربنا مهما الإنسان أخطأ ربنا بيحبه. يمكن في آية جميلة من الآيات اللي في العهد القديم، لأن إلهنا إله واحد، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، بس إله العهد الجديد تجسد، الله أخذ جسد وصار مثلنا شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. العهد القديم يقول الإنسان لما بيقدم توبة ويرجع لربنا من أي خطأ مهما تكن الخطية كالقرمز، إذا كانت خطاياكم كالقرمز، قرمز ده نبات أسود من السواد، إذا كانت خطاياكم كالقرمز تصير بيضاء كالثلج. في جملة دايما نرددها تقول ليس عبد بلا خطية ولا يوجد سيد بلا غفران. فحنية ربنا ومحبته وسعيه إلينا لم يكن الله يحب الإنسان ما كانش تجسد. عشان كده احنا نشكر الله ان احنا عايشين في التجسد اللي احنا بنؤمن بيه، لان الذي لا يؤمن بالتجسد مش شبعان بربنا، لان ربنا بعيد عنه. لا، ربنا جه. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تصير له الحياة الأبدية. التجسد ده حكاية كبيرة أوي أوي أوي، هي حياة الإنسان المسيحي اللي آمن بالرب يسوع ربا ومخلصا وفاديا على الصليب. كل من آمن بالمسيح ربا وفاديا ومخلصا على الصليب هو مسيحي،
وكلمة مسيحي دي تحط في تحتها كم خط، لا تقول بروتستانتي ولا كاثوليكي ولا. أنا لا أقصد إطلاقا إن العملية كلها يعني لا ما أقصدش كده. أقصد أن الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فالنهاردة المسيح عايز الكل، لكوني أنا أحس إن أنا مرفوض منه. ده أمر مؤلم ومزعج. طب تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. من يقبل إلي، مستحيل في الهولي بايبل، مستحيل. إنما في الترجمة بتاعتنا لا، كلمة لا. إنما في الهولي بايبل مستحيل. من يقبل إلي مستحيل أخرجه خارجا. ها أنا فتحت لكم باب في سفر الرؤيا. ها أنا فتحت لكم باب. يقول إيه؟ لا يستطيع أحد أن يغلقه. ما فيش حد. عشان كده احنا دايما لما يجينا ابن من أبناء أو كبير أو صغير، ياما ناس بتيجي للكاهن أو ممكن الخادم، يعني أنا خلاص، ما زي ما أنت قلت دلوقتي كده إن الإنسان بيحس إنه مرفوض. لا أنا خلاص، ما ربنا من بعيد مش راضي عني وأنا عملت لا 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 إطلاقا إطلاقا إطلاقا. ربنا عايز الكل، عايز كل إنسان، كل نفس بشرية مهما حدث منها لما ترتمي في حضن الله. عشان كده احنا عندنا زي ما قال لنا المسيح في الإصحاح السادس، بنخلي كل إنسان يقرأ الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6. كل هذا الإصحاح بيتكلم عن سيدنا له المجد يسوع المسيح. سيدنا له المجد يسوع المسيح لما بيقول لنا خذوا أمر محبة الله التي لا يستطيع عقل بشري أن يستوعب محبة الله. خذوا كلوا، هذا هو جسدي، اشربوا، هذا هو دمي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه وأقيمه في اليوم الأخير. من لا يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ليست له حياة. ليست له حياة. أنا ما اعترفتش، أنا مش صايم، أنا جيت بعد الإنجيل. كل دي حاجات بيخلقها الشيطان. ما أقولش إن العملية يعني مش مشكلة ما يحضرش الإنجيل، لا مش القصد. لما يكون في ظروف للإنسان، جاي متأخر مش مشكلة، ما يقدرش يصوم مش مشكلة. لا يستطيع أحد أنه يمنع أي إنسان عن التناول. عشان كده في ناس بتفكر خطأ أن التناول ده بياخدوا الإنسان نوع من الحاجة الحلوة اللي بتديها الكنيسة للإنسان التائب أو الإنسان الحلو. بالظبط. تديله حاجة هدية جميلة، أو تعمل معاه عمل عظيم. يعني تقول له لا اتناول، أنت تستحق. من الذي قال هذا؟ لا يستطيع إنسان على الأرض مهما كان يعني ما احسش ان انا يستحق. يعني ما احسش نفسي ان انا مرفوض، حتى لو انا عملت خطيه، حتى لو عملت حاجه، حتى لو انا ما عندما يرتمي في احضان الله بينه وبين الله. طب نكلم ربنا كده، هيكلمنا بس بقلب نقي. نكلم الله. عشان كده احنا دايما نصلي كان لما يصلي على المسبح مش بيصلي لوحده، ده بيصلي مع كل الناس بس بصوت كل انسان يسمعه. واحنا دايما بنصلي بصوت هادي جدا في سرنا. يعطى عنا خلاصا جسد ربنا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. واحدين احنا كلنا بنطلب من ربنا كده عن طريق أبونا يا رب. يمكن احنا بنحب نقول يا رب مرة تانية كمان بقوة، يا رب اجعلنا مستحقين. يعني انت اللي تجعلنا مستحقين لوحدك. اجعلنا يا رب مستحقين
أن نتناول من قدساتك. ليه؟ طهارة. أدي بقى طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لنكون جسد واحد وروح واحد، لنجد نصيب وميراث مع كل القديسين الذين أرضوك منذ البدء. يعني التناول هو اللي بيجعلنا من أولاد ربنا. إنما إحنا نستحق؟ ما فيش حد يستحق، إحنا غير مستحقين. إحنا عايزين نتوب، وتوبنا يا رب، بس الجسد والدم ده هيغفر لنا الخطايا. إحنا محتاجين الجسد والدم ده يعطى للإنسان اللي حزين عن خطاياه، المتألم، اللي حاسس إنه مرفوض. لا يا سيدنا، يقول تعالوا رسل الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، تعال أنا عايزك، أنا محتاج إن أنا أتحد بيك. على رأي أحد الآباء الحلوين، كلهم حلوين، يقول لما ندخل الهيكل ونتناول يبقى احنا بينا كلنا جسد واحد، ربنا خلينا واحد. ويقول القديس ده هو في السماء، يقول الكاهن والأسقف والبطرك والشماس كله لما ياخد جسد الرب ودمه أو يبص ليه كله بإيه؟ واحد. كله بإيه؟ واحد. لسه النهارده الأنبا اللي جانا زي الفل، نيافة الأنبا والجينوس، قال أنا عايز حاجة لما أدخل. طبعا الكلام ده احنا قلناه كتير عندنا في الكنيسة يوم السبت، قلناه كتير قوي. قلنا يا جماعة لما يجي أب أسقف أو ودخل الهيكل يناول، ما فيش داعي ان اي حد يسجد او يعمل مطانية. ليه؟ جسد ربنا ودمه على المذبح، اسيبه اضرب مطانية الاسقف؟ النهارده قال الكلام ده، فرحت قوي قوي. قال يا جماعة انا مش عايز حد يسلم عليا واحنا بدأنا القداس. ايه ده؟ فرحت فرح عظيم. وفرحت ايضا لنقطة تانية، حتى ان الدكتور انسى قال لي، يعني في ناس كتيرة قالوا لي ابونا جورجيس فرح قوي قوي لما سمع الحاجة التانية للانبا اولوجيس. قال ايه؟ قال ممنوع من النهارده ورايح الكشافة اللي بتطبل وتزغرط وتعمل حاجات زي اللي بيعملوها المدارس، زي الكشافة، ويضربوا حاجات بالمزمار حاجات مؤلمة. فين الألحان الكنسية؟ فيمكن احنا من فترة كده لما كان بيجي الأسقف، كانوا ولادنا اللي في الحكاية دي كشافة، كانوا يجوا يعملوا الحكاية دي كلها. أنا ما كنتش أقدر أمنحهم، لأن الحكاية دي بتتعمل عند قداسة البابا، فما أقدرش أقول لأ. إنما أشكر ربنا اللي جه اليوم اللي قال فيه الأنبا أولوجينوس ده، قال لأ ما فيش في الحكاية دي، لازم يتخذ الأسقف أو البابا بالألحان الجميلة، وياما كثرة الألحان. أيوه. انا دلوقتي انا حاسس بان انا ممكن ما كنتش مقبول او احس أيوه. بالرفض شويه. ايوه. انا ايه الخطوه اللي ممكن اقدر اعملها؟ هنا في موقف جميل قوي قوي حصل بين القديس بولس الرسول وبرنابا، كانوا مع بعض في الخدمه. فبرنابا كان عايز مرقس يروح معاهم، بس مرقس في منفيلية مش بعيد عنهم شيء، فصعب عليه القديس بولس الرسول، قال له لا، اهو موجود كمان، ممكن ممكن نقرا. ممكن اقول من آية 36: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم، فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن اللي هو مرقس، يعني قديس مرقس الرسول. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من فيلية ولم يذهب معهم للعمل
لا يأخذناه معه، فحصل بينهم مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. وبرنامة أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. هو بولس الرسول قال ما ينفعش مرقس، فالقديس مرقس ببساطة كده ومحبة قال خلاص مش مشكلة، أخذ سيلة ومشي. ولكن قديس مرقس الرسول رجع مصر، وكان كروز ديار مصيبة حاجة زي الفل. يعني الإنسان لما يبقى مرفوض في ناحية يقول أشكرك يا رب، لتكن مشيئتك لتكن إرادتك. المر اللي انت تختاره ليا وحس بيه أفضل من الحلو اللي أنا بختاره لنفسي. حتى في اختيارات أي حاجة، عمل، الزواج، أي موضوع معين يقوم بيه، أي شغل معين، أي مشروع معين، يقول له يا رب لتكن مشيئتك. هو علمنا كده، متى صليتم فقولوا أبانا، اللي هو أبونا. وكلمة أبونا دي حاجة صفة من صفات الله. أبونا زي ما نقول أبونا الكاهن، أبونا الأسقف، أبونا البابا. مش شرط نقول سيدنا، لأن كلمة سيدنا دي زمان درسونا في كليات اللاهوت من 60 سنة. قالوا كلمة سيدنا دي لا تطلق إلا على يسوع المسيح له المجد. كلمة سيدنا يسوع المسيح لا. إنما سيدنا اعتادوا الآباء أيام الناس اللي كانوا بيقولوا على ناس معينة وسيدنا يعني. إنما أبونا الأسقف دي كلمة جميلة أوي أوي. أبونا الكاهن، أبونا البابا. حتى احنا في المجمع نقول أبونا القديس. المجمع ده اللي القديسين في السماء، بركة القديسين، بركة أبونا القديس، أبونا البابا كيرلس السادس، أبونا الأسقف القديس أنبا إبراهام أسقف الفيوم. كل الآباء القديسين اللي احنا شفناهم في حياتنا بنقول أبونا، ما بنقولش سيدنا. طيب أنا يعني أنا وأنا بصلي مع ربنا وأنا بحس من جوايا إن أنا ممكن أكون غير مرغوب فيا، تنصح الشباب بإيه يبدأوا بيهم صلاتهم؟ أنا عايز أقول كلمة هنا بقى. يعني أنت يعني اتكلمت بطريقة يعني واضحة جدا جدا. لكوني أقف أصلي لربنا وأحس إن أنا مرفوض، دي ضربة من ضربات عدو الخير الشيطان. يقول له أنت يا عم مهما تصلي مهما تعمل مش كفاية. لا 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 لا، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ ده أنت كده ما ينفعش، ولا هيسمع صوتك ولا هيسأل فيه خالص. يقول لك أنت لسه عامل خطية فلانية ومش عارف عامل إيه. ده أنت البعيد غرقان، روح لما تتوب بتعالى له. قوم الواحد يبص كده يلاقي صوت المسيح بتتكلم، لا 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 تعالى يا حبيبي، تعالى في حضني. ياخده في الحضن بتاعه يقول له كل أشياء انتهت وذا الكل قد صار جديد. الأشياء القديمة انتهت وذا الكل قد صار جديد. أو كلام احنا مش بنحضره عشان نقوله، ده ربنا هو اللي بيدينا حتى وقت الكلام. أول إنسان ما يقف قدامه يقول له أنا يا رب غير مستحق أقف، يقول له لا ده أنا مستنيك، ده أنت لو ما جيتش هيصعب عليا منك. يقعد الإنسان يتكلم معاه ويسمع صوته، حتى لو ما اتكلمش أي حد منا بصوت، حتى لو قلنا له احنا خجلانين، بس السر هو هيسمعنا وهيسمعنا صوته، ونقول له ايه؟ مجدا للرب، هاليلويا. يعني انا حتى لو انا ممكن افكر بان انا ممكن احس ان ربنا ممكن مش قابلني بسبب حاجه معينه، انا لا ابدا اصلي زي ما قلت، ابدا اصلي وابدا اصلي حتى مش محتاج ان انا اوضح بكلام معين. انا على راي الانبا شنوده لما قال هصلي مهما حصل لي، ومهما حصل لي هصلي. فالإنسان منا لما يقف قدام ربنا مش هيطرده. ربنا قال أنا فتحت زي ما قلنا لكم باب لا يستطيع أحد أن يغلقه. أنا كل خطية يا رب، ولكن أنت قادر أنك تجددني، أنت قادر أنك أنت تغيرني، أنت قادر أنك أنت تحوش كل الأمور اللي واقفة ضدي. أنا متكل عليك وما بتكلش على أي إنسان، زي ما قلت لنا ملعون من يتكل على لسان أو على أشخاص، لأن الإنسان ممكن يتغير مهما يكن، لم يكن مرتبط بعمل الروح القدس.
طيب دلوقتي لو في شاب سمعنا وهو حاسس بالرفض، قدسك تحب تقول له ايه؟ نقول له بص للمسيح وحبه لأنه بيحبك، ولما تحس ان ربنا بيحبك وانت حبيته، انت ما تخافش بعد كده، خلاص مدام سلمته حياتك ما تخافش من اي انسان. والانسان اللي بيرفضك صلي نمرة 2 من اجله، صلي من اجله بقوة ودموع ان الرب يديله نعمة المحبة، لان بدون محبة لا يمكن ارضائه، لان الله محبة. حقيقي تعيش وتعلمنا، وحقيقي اتبسطنا جدا. يعلمنا المسيح مش انا والاباء القديسين. لا أهلاً بيكم. اتعلمنا واخدنا بركة قدسك. خليك انتوا دايما. بركة كبيرة شكرا جدا. حقيقي. حقيقي شكرا. انا غير مستحق ان انا اتكلم معاكم، تعيش يا سوق. انتم جمال قوي 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 وحلوين قوي 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 بجد. اعرف دايما انك مقبول، وحقيقي زي ما قال في روميا انتوا مقبولين عنده. ربنا فتح لك حضنه دايما ومستنيك رغم كل اللي فيك ده بجد. حقيقي بنشكرك جدا، ومستنيينك الحلقة اللي جاية من زمان.